حسن مصطفى يعدي كويس، حسن ممكن يشوط، حسن هيحاول، حسن يشوط، حسن حلوة 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 حلوة، وحسن مصطفى جول، وحسن مصطفى جول. يا ولد يا ولد يا ولد، الهدف الاول لوادي دجلة يا ولد يا حسن يا مصطفى، من مكان صعب ومن تسديدة جميلة وفي مرمى فريقه يرفض الاحتفال، لكن جمهور وادي دجلة يقبل الاحتفال بهدف جميل من حسن مصطفى. يا ولد يا ولد يا ولد، صعب على عبد الواحد، صعب على عبد الواحد، والاول لمصلحة وادي دجلة عن طريق حسن مصطفى. عدى كويس جدا ومر كويس جدا من احمد حسن. مين بقى قابل معاه؟ محدش قابل معاه، هو حسن مصطفى اللي بيسجل الهدف الاول لوادي دجلة. سبحان الله سبحان الله، اول مباراة رسمية باتنين مهاجمين صراحة، عمرو زكي واحمد جعفر، وادي كرة عند احمد حسن، ممكن يسدد، لعب الكرة جعفر احمد جعفر وقف على الكرة، ادي فرصة للزمالك، جعفر بيدور على مين يسند، عند عبد الشافي، لف الكروس حلوة وعدت وجعفر، ايراد حظ ولا فدان شطارة، ايراد حظ ولا فدان شطارة مع احمد جعفر. الحظ دائما يبتسم، والحظ بيبتسم للزمالك وهو نازل. قلت الحظ فعلا. احمد جعفر بيسجل التعادل للزمالك بتسديده جميله جدا، هو اللي بدأ الهجمه وهو اللي حاول للهجمه، وقلت قد يندم والتر ميوس على التغيير، وبالفعل احمد جعفر. اهي الكوره ادي احمد جعفر سندها كويس جدا، بص عند عبد الشافي، اهي التحضيره، الكروس من عبد الشافي رجعت، واحمد جعفر في المكان المناسب، وعصام محمود صعب يعمل اي حاجه، صعب. يرجع الزمالك للمباراه، ونرجع احنا التانيين نرتب ورقنا ونقول ان مفاجآت الكأس قد تتحقق او لا، ولكن الزمالك فايف عايز يتوغل ويعدي، لعب وش رجله، احمد حسن بصمة على عقد نادي الزمالك، والعميد احمد حسن يسجل هدف تاني للزمالك. اخيرا احمد حسن بعد ما حرجم وبعد ما حاول، والتاني لمصلحة نادي الزمالك. ادي عمرو زكي بوش رجله عدت من جعفر، لكن ما عدتش على احمد حسن، عبد الشافي بدأها وعمرو زكي كملها، ووالتر ميوس ندم بالتأكيد على تغييراته. ادي عمرو زكي وادي بوش رجله، وبص بقى الهد من احمد حسن في نفس الزاوية بتاعت احمد جعفر، لكن في العالي والزمالك طار. وهنا المرة دي يضغط كويس حازم امام ويسلم عند شيكا، يبدأ بقى شيكا يتوغل من وسط الملعب، فرقت سرعته مع الانطلاقة، ممكن البينية، هي البينية جميلة، احمد جعفر 4 على 1 و3-1 واحمد حسن خير تحية، خير افضلية. احمد حسن سلام تعظيم معالي الباشا، قالوا له كده في تركيا وبكررها له في مصر مع نادي الزمالك. بيسبق احمد حسن ويسجل الثالث، شيكا ضرب خط الدفاع كله، وجعفر كمل وعدى جعفر، العرضية فين؟ الهدف فين؟ الثالث للزمالك 3-1. اظن خير بداية لنادي الزمالك واحلى بداية لاحمد حسن مع نادي الزمالك، يبقى الهدف الثالث لمصلحة نادي الزمالك. وندمت يا والتر يا ميوس، ويا ريتك ما غيرت. صوت جمهور نادي الزمالك بالتأكيد رائع، وادي انفراد الرابع، وجمهور نادي الزمالك كان بيغني، وصمت احترام لجمهور نادي الزمالك، وكأنه كان بينادي على احمد جعفر انه يسجل الهدف الرابع. هي الكرة وهو احمد جعفر يسجل الهدف الرابع لمصلحة نادي الزمالك. عبد الشافي خدها بوش رجله، واحمد جعفر في الزاوية الصعبة على عصام محمود. 4 أهداف مقابل هدف واحد، ونادي الزمالك يقضي على وادي دجلة.